اطلع لي برا. ايوه. سبب هدايا وشقايا هو افتح يا قلبي من يا سلام عليك يا واد يا ابو الاحرام. شوية شاي في الجود ناقص حاجة. ايوه، السهرة ما تحلاش من غير الست. قول يا ست. ما هو المشكلة انت هتبص في عينيا يا ست ما بتركزش، اصل انا بعيد عنك احول. يلا، اللهم الاعتراض. الحمد لله. قول يا ست. يا سي بص في عينيا وشوف ايه انكتب فيها. دي نظرة شوف وحدية ودي دمعة دارية وده خيال بيشاد شديد. بيه؟ ها؟ مين هنا؟ سيد؟ حربي. مين؟ مين هنا؟ عربي؟ مين هنا؟ مين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حد. استغفر الله العظيم يا رب. هو احنا مش هنخلص من اشتغالات عفريت المشرحة دي بقى وربنا يتوب علينا. الواحد قطع الخلف والله. وانت ايه اللي جابك على كده يا اخي؟ يا مين؟ حربي. حربي، ها؟ مين؟ انا فين؟ انا اللي انقذتك قبل ما تدلق على الارض زرع بصل. ابراهيم الحمد لله انا كده اطمنت. قلقتني عليك يا عم، مالك؟ انت طلع لك عفاريت؟ خد اشرب. الحمد لله. لا، موضوع العفاريت دي حاجة عادية واتعودت عليه. يعني ايه اتعودت عليها؟ ما بتخافش يعني؟ يا عم ما بخافش ايه، ده الواحد ركبه ما بقتش تشيله من كتر ما اترعشت بالرعب. الخوف موجود طبعا، بس اللي ما بقاش موجود ان ما بقتش اتفاجئ. امال ايه اللي حصل لك النهارده؟ البرة دي انا مش بس سمعت صوت، لا انا حسيت بنفسه. الله، امال انت بتعمل ايه يا ابو خليل؟ اوعى تكون انت اللي اشتغلت لي الاشتغاله دي وقعدت تدعي من بعيد. حربي حربي. لا والله، انا كنت مروح افتكرتك، قلت عدى مس عليك، والحمد لله اني جيت عشان الحقك.
مش عارف ليه يا ابو خليل مش مستريح لك. انت دماغك بسم الله ما شاء الله البازات وانا مش قدك. بالله عليك ما انت اللي اشتغلتني. يا عم والله العظيم ما بشتغلك ولا ليا علاقة باللي حصل لك. اقعد بس واعمل لنا كوبايتين شاي واحكي لي ايه حوار عفاريت المشرحة ده. اتفضل يا ابو خليل. يدوم يا معلم. يا عم ابراهيم انا ببقى قاعد وسامع حاجات من كل صف ولون. زي ايه يعني؟ يعني مثلا اسمع خبط زي حد بيخبط على الباب، بس الصوت ما بيكونش جاي من ناحية الباب خالص، لان قعدتي عند الباب على طول. ابص على الشارع اتونس باللي رايح واللي جاي. انت بتكون في الوردية لوحدك؟ لوحدي في المشرحة، بس المستشفى بيكون فيها ناس طبعا، بس محدش منهم بيحب يقرب من هنا. بيني وبينك عندهم حق، احنا اللي مش بني ادمين. بتقول ايه يا عم؟ دول عالم بيخافوا من خيالهم. ما انا قاعد معاك اهو بنتكلم وندردش وبنشرب شاي وام كلثوم ملعلعه. يا ساتر يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو في ايه يا عم؟ اوعى تقول لي دي من اشتغالاتهم. لا دول بيمسوا عليك عشان بنتكلم عليهم. طب بقول لك يا معلم، ما استأذن انا بقى، واديني جيت واطمنت عليك. ايه ده؟ امال ايه؟ دول عالم بيخافوا من خيالهم. واقعد يا ابو خليل، ما تخلينيش اغير فكرتي عنك. طب وانت ايه اللي جبرك على كده يا اخي؟ ايوه، هي دي الجملة اللي سمعتها قبل ما يغمى عليا. وقعت يا ابو خليل. واقنعته ازاي انه مش انت؟ صحيح. لا وكمان بعد لما قلت له نفس الجملة اللي سمعها قبل ما يقع من طوله. المشكلة ان حربي ده من الناس الطيبة البسيطة اللي ربنا مديهم قناعة ورضا بأي حاجة تيجي في طريقهم، ويعدوا يومهم بالطول أو بالعرض، ويصحوا تاني يوم مش فاكرين اتعشوا ايه امبارح. بس بصراحة ربنا يعينه والله. شغلانة مش سهل ابدا انك تبقى عايش وسط عفاريت وبتسمعهم وبشكل يومي. يعني مثلا اسأل اي حد تشوفه كم مرة شاف عفريت؟ نادر. و90% منهم بيتهيأ لهم ان شافوا عفريت، وفي الاخر ممكن يطلع خيال جاكيت متعلق ورا باب الأوضة. والله ما بالك بقى باللي بيشوفهم وبيتعامل معاهم كل يوم اكتر ما بيشوف اهله من ساعة لما اتعين. الله صح يا ابو خليل، وحربي صاحبك ده شغال في مشرحة مستشفى بورفؤاد من كام سنة؟ من حوالي 7 سنين. صحيح. هو انت اتعرفت عليه ازاي يا هيما؟ من ايام المدرسة الاعدادية، كان في فصل تاني منطوي ودايما واخد جنب مع نفسه. كان مولود بمشكلة خلقية في القلب. المهم في يوم لقيته جالي من باب للطاق يحذرني من عيل من نفس الفصل، بس من العيال السودة من جوه، كان ناويلي على نية سودة، ومن ساعتها بقينا اصحاب. لا حول ولا قوة الا بالله. مشكلة في القلب وشغال في مشرحة؟ سبحان الله يا اخي، مريض قلب وبيستحمل اللي بيشوفه في المشرحة كل يوم. متهيالي يا درش الموضوع سمعي اكتر من انه يبقى شايفهم زي ما انا شايفك كده، او بيتعامل معاهم زي ما احنا بنتعامل مع بعض كده. طب اسمعوا، هقول لكم على حكاية ليها علاقة بموضوع المشرحة ده. قال لي عليها قاضي كنت شغال معاه في المحكمة. الله اكبر. ايوه كده يا درش، رجعنا الايام القصص الحلوة. بس متهيالي لو نقلنا قعدتنا عند البحر ناحية بهنوس او الكابتن يبقى احسن. ايه رأيكم؟ انا موافق، يلا بينا. توكلنا على الله. السلام عليكم يا عم بهنوس. مين؟ اهلا ابو خليل، اتفضلوا. اقعدوا جوه ولا على البحر؟
لا خلينا بره في نفس المكان. عندي شوية بكلاويز على مزاجك، لسه طالع من البحر طازة. انت هتقول لي بس نقعد الاول وبعدين نشوف الرجاله دماغهم ايه. وادي علاء، قعد الرجالة وشوف طلباتهم. اتفضلوا يا باشوات. اتفضلوا يا باشوات، تأمروا بإيه؟ أنا شوية قهوة. وانا كمان. يبقى 3 سكت وما تنساش الميه الساقعه يا معلم. حمامة. والله طلع عندك حق يا أبو خليل، الجو ده أحسن جو تسمع فيه قصص رعب. عيب عليك، انا عارف انا بقول ايه. يلا يا درش ادخل بالمقدمه. ماشي يا هيمي، اربطوا حزام الامان بعد لما تصلوا على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي الدكتور كريم محمود، دكتور التشريح الجديد، ودي أوراق تعييني. أهلا وسهلا، اتفضل يا دكتور كريم. مع إنك ما تأخذنيش، شكلك صغير قوي على كلمة دكتور دي. أنا فعلا لسه متخرج والوظيفة دي تبقى أول بختي. كان نفسي أقول لك بختك حلو والله يا دكتور كريم، بس إيه؟ قلقتني. حضرتك قريت ورقة تعيينك؟ بصراحة أول سطرين بس. من بعد لقد تم تعيينك في مستشفى بورفؤاد العام، وقفلت الظرف وانت تاني واحد تفتحه. لو كنت كملت الجواب لآخره كنت عرفت قصدي. وإيه هو؟ لقد تم تعيينكم في مستشفى بورفؤاد العام، قسم المشرحة. الدكتور كريم محمود استلم شغله في المشرحة، وهناك بدأت الحكاية. أي أوامر تانية يا دكتور كريم؟ طلعت لي ورد النهاردة وجهزت الأدوات. أنا غسلت العدة كويس وعقمتها، وجثة عندك جاهزة على الترولي. عدة؟ هو أنت شغال مع ميكانيكي عم محروس؟ اسمها أدوات طبية. تمام يا دكتور. أي أوامر تانية قبل ما اتكل؟ شكرا يا عم محروس، تصبح على خير. وانت من أهله يا دكتور. لو احتجت حاجة اخطف رجلك للمبنى الرئيسي للمستشفى. سلام عليكم. وعليكم السلام. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ دي مش طعنة سكينة زي ما مكتوب في المحضر. امال دي ايه؟ دي ضربة من سيخ حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين وطلعت منين؟ أنا آسف إني فزعتك يا دكتور. أنا عامر. انت انس ولا عفريت؟ مع عفريت إلا بني آدم يا دكتور. اهدى بس وخد اشرب شوية مية. أمال دكتور إيه وقلبك خفيف كده يا دكتور؟ خفيف؟ انت عايزني ابقى متخيل اني في المكان لوحدي وبشرح جثة واسمع صوت جنب ودني انت مين يا عم؟ وبتعمل ايه هنا؟ أنا المساعد بتاعك في وردية نص الليل. المهم بعد ما هدى الدكتور كريم واستوعب الموقف، رجع يكمل شغله تاني. وكان عامر ملازمه زي ضله، كان فاهم في الشغلانة كويس، وده طبعا سهل على الدكتور كريم. ومع مرور الأيام بقى الدكتور كريم يعتمد على المساعد عامر،
وبقى ما يقدرش يستغنى عنه ابدا. اي اوامر تانية يا دكتور كريم؟ جهزت الادوات؟ كله تمام يا دكتور، متعقم. اي اوامر تانية؟ لا شكرا. تصبح على خير يا دكتور، وما تنساش الذكر. ذكر؟ ذكر ايه؟ قصده الاذكار. برضه مصممين ان في حاجه اسمها عفاريت المشرحه. مفيش فايده، عقول غير قابله للابديت. مالك يا دكتور؟ مين معكر مزاجك؟ شاور لي بس عليه. عامر، كويس انك جيت. انت بقالك كام سنه في المشرحه هنا او في الشغلانه عموما؟ تقريبا 10 سنين. ليه يا دكتور؟ حلو قوي. بذمتك ودينك، كم مره شفت فيها عفريت هنا؟ ده لو كنت شفت اصلا. بصراحة يا دكتور أنا شفته وسمعت. يا راجل، طب تحلف على المصحف؟ وأبصم كمان. طب اثبت لي، احكي لي عن مره واحده بس اتعاملت فيها مع عفريت. ماشي، هقول لك على أقربهم. كان في واحد بيشتغل هنا في المشرحة، عامل بينظف ويجهز الأدوات ويعقمها. في يوم طلعت له واحدة جميلة، وفضلت تعدي عليه من قدام باب المشرحة كل ليلة وفي نفس التوقيت لحد ما هبلته. وفي يوم لقيناه جثة عايمة في بيارة المجاري اللي ورا المستشفى. وانتوا عرفتوا منين يا برام عن القصه وصاحبها مات؟ كان بيحكي لنا كل يوم وهو بيستلم الوردية، وكان بيجي متشيك ومغرق نفسه بالكيلونيا. واخر مرة قال لنا انه هيمشي وراها علشان يعرف ساكنة فين ويتقدم لها. وتاني يوم لقيناه غرقان في المجاري. يا ساتر يا رب، اللهم احفظنا. الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده الاسبوع اللي قبل ما تستلم انت. ياه، ده من قريب جدا. وازاي لحقته؟ تلاقوا موظف مكانه بالسرعه دي؟ موظف مين؟ محروس. محروس؟ الله يرحمه، كان اسمه محروس. بس انت عرفت منين يا دكتور؟ حد حكى لك الحكاية دي قبلي؟ الله يرحمه مين؟ اللي حكيت لك قصته ده اسمه محروس. يا ابن محروس لسه ماشي قبل ما انت تيجي بدقيقه بالظبط، ولا المساعد الجديد اسمه محروس برضه؟ مساعد جديد ايه يا دكتور؟ ما انا المساعد الجديد. أنا متخيل ملامح الدكتور كريم أول ما اكتشف إنه طول الوقت بيتعامل مع عفريت محروس. الصدمة إنه آخر واحد ممكن يصدق بوجود العفاريت. الله يمسيك بالخير يا دكتور كريم، من ساعتها بقى ماشي يراقب خياله. بقول لكم يا رجالة، يا مثبت العقل والدين يا رب، إيه رأيكم في زيارة الحرب في المشرحة؟ طبعا معاك يا ابو حميد. يا جدعان، طب مفيش مرة تغلطوا وتقولوا نطلع شرم ولا حتى راس البر؟ لله الأمر، معاكم طبعا. يبقى تتصل بصاحبك حربي وتظبط لنا يوم نقضيه هناك في مشروع بور فؤاد. حربي المكان فاضي ولا حس ولا نفس يا جدعان. حربي يمكن يكون في مبنى المستشفى اللي ورا المشرحة. احنا هنوجع قلبنا ليه؟ ثانية واحدة.
ابو خليل. ايه يا حربي، امال انت فين؟ انا عديت عليك في المشرحة اطمن عليك. والله كلك ذوق وإنسانية يا أبو خليل، بس أنا نايم في البيت تعبان شوية وخدت مرضي النهاردة. الله، امال مين اخد مكانك النهاردة؟ ده احنا من البوابة لحد ما دخلنا اوضتك وما فيش حد قال لنا انتوا مين. لا، ما هو مفيش ولا بني آدم هناك. ازاي يا عم المشرحة كده مفتوحة سداح مداح من غير ما حد يحرسها؟ يا عم إبراهيم بيه مخه تعبان، هيدخل المشرحة برجله. لا مؤاخذة يا أبو خليل، أنت طبعا حاجة تانية. وبعدين مين قالك إن مفيش حد يحرسها؟ يا عم انت مش انت لسه قايل؟ لا، أنا قلت مفيش ولا بني آدم. قصدك عفاريت المشرحة؟ أيوه، هو في غيرهم. ماشي ماشي يا حربي، تصبح على خير. حبيبي يا أبو خليل، وأنت من أهل الخير. سلام. بقول لك أبو خليل، قول يا حربي. أنت جوه الورا عندي؟ ايوه، ليه؟ طب معلش والنبي بص لي كده على الترابيزة جنب سخان الشاي. بصيت. شايف رغيفين عيش وحزبة جرجير وشفشة مية مليان؟ بواقي جرجير ولقمة عيش والشفشق فاضي مفهوش مية. طب الحمد لله، انت كده طمنتني. بيبقوا كلوا وشربوا. طمنتك على ايه يا عم؟ ده زي ما يكون حد اكل اكلك وشرب ميتك. لا، ده مش اكلي. امال اكل مين؟ ده عاش عفاريت المشرحة. ابو رخامتك لازم يسيب له ركب. مالك يا ابو خليل؟ امال احنا جايين المشرحة ليه يا عم؟ ما تجمد قلبك كده امال. بصراحة أنا كنت كاتم الضحكة بالعافية، ملوش حل صاحبك حربي ده. والله يحرقه. المهم يلا بينا. على فين؟ على فين ايه؟ يلا يا عم بينا من هنا. ليه يا هيما؟ أمال احنا جايين ليه؟ جايين نقعد على حس حربي، وحربي مش موجود. عز الطلب كده نقعد براحتنا ونشوف احوار عفاريت المشرحة ده. اقعد يا ابو خليل. وأنا هعمل لكم 3 شاي على مزاجكم. ماشي يا عم، ربنا يستر. هيما بقول لك. استنى يا درش. في ايه يا عم؟ ما سمعتوش الصوت ده؟ أنا ما سمعتش حاجة. ولا انا متأكد الصوت جه من هناك ناحية التلاجات. أيوة سمعته. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ورايا بشويش على طراطيف صوابعكم. ده في حد جوه. أيوة أنا سامع الحوار بس مش مفهوم. تعالوا نقرب من الباب بالراحة. ليه يا دكتور؟ حلو قوي. بذمتك ودينك، كم مرة شفت فيها عفريتي؟ ده لو كنت شفت أصلا. يا جدعان، ده شكل دكتور التشريح جوه والمساعد بتاعه. يلا نجري. يا راجل ثواني بس يا إبراهيم، أنا مش مصدق. اسمعوا كده. احكي لي عن مرة. طب اثبت لي، احكي لي عن مرة واحدة بس اتعاملت فيها مع عفريت. ماشي، هقولك على أقربهم. كان في واحد بيشتغل هنا في المشرحة، عامل بينظف ويجهز الأدوات ويعقمها. في يوم طلعت له واحدة جميلة وفضلت تعدي عليه من قدام باب المشرحة كل ليلة وفي نفس التوقيت لحد ما هبلته. وفي يوم لقيناه جثة عايمة في بيارة المجاري اللي ورا المستشفى. وانتوا عرفتوا منين يا برام عن القصة وصاحبها مات؟ كان بيحكي لنا كل يوم. الدكتور كريم محمود.
واخر مرة قال لنا انه هيمشي ورا. خير يا دكتور؟ انت سمعت صوت جاي من ورا الباب؟ ابدا، يمكن بيتهيأ لك يا دكتور. يمكن. المهم كمل. يا جدعان يلا بينا من هنا بسرعة. عندك حق، لازم نخرج من هنا فورا. ايوه بس مش هينفع نتكلم هنا يا درش، يلا بينا بسرعة. يعني ايه الكلام ده يا جدعان؟ أنا بصراحة مش عارف أترجم الكلام ده. إزاي تحكي لنا حكاية امبارح ونسمعها النهاردة بودننا ولسه بتحصل لحد دلوقتي؟ مصطفى، هو القاضي اللي حكى لك القصة دي ما قالكش حصلت امتى؟ ولو من اسبوع يا عم ابراهيم هتفرق في ايه؟ لا طبعا تفرق. ازاي؟ عشان لو حصلت من سنين طويلة يبقى اللي جوه ده عفريت مش بني آدم. ولو حصلت من قريب يبقى الدكتور كريم شغال في نفس المستشفى اللي شغال فيها حرب صاحب إبراهيم. بس الحوار اللي سمعناه دلوقتي ده كان جزء من القصة اللي حكيتها لكم امبارح، ازاي بتحصل تاني دلوقتي؟ يا عم مصطفى عادي، ممكن يكونوا بيتكلموا في الموضوع تاني. عندكم حق، بس بصراحة صدفة ما تحصلش غير مع الثالوث. والله ولا في الأفلام. المهم، ايه رأيكم نرجع نعمل نفسنا بنسأل على حرب صاحب إبراهيم ونشوف الدكتور كريم ده وجها لوجه؟ شكلهم مش جوه. هيكونوا راحوا فين يعني؟ سمعتوا الصوت ده؟ دول لسه جوه. اسمعوا كده. كان في واحد بيشتغل هنا في استنى يا عم. خير يا دكتور؟ انا سمعت صوت خبط زي ما يكون خبط على باب، بس الصوت مكتوم زي ما يكون جاي من تحت الارض. انا مش سامع حاجة يا دكتور. شكل القصة اللي حكيتها لك بدأت تأثر عليك. بتضحك؟ انا مش فاهم انت جنسك ايه. زميلك تندهه نداها وتلاقوا ميت ابشع موت، وعمه محروس اللي انا كنت فاكره بني ادم وبيجهز لي الشغل كل يوم في الاخر يطلع عفريت وانت واقف تضحك. امال عايزني اصوت واطلع اجري واسيب لقمة عيشي؟ ده لو مش عفريت واحد، دول لو 3. شش، تعال ورايا بشويش من غير نفس. يا جدعان يلا من هنا بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مؤاخذة يا دكتور، احنا خبطنا وما... على فين يا دكتور؟ برضه ما فيش حد. صلي على النبي يا دكتور، الموضوع مش مستاهل، تلاقيها تهيؤات. القصة اللي انا حكيتها لك دي حصلت بجد. مصطفى، إبراهيم، فوق يا رجالة، انتوا متسمرين مكانكم كده ليه؟ هو اللي حصل من شوية ده حصل بجد؟ يعني ايه؟ يعني احنا متنا وبقينا اشباح؟ متنا يا عم انت، هما اللي عفاريت. بجد؟ يعني قصدك هم دول عفاريت المشرحة اللي بيحكوا عنهم؟ معلش يا ابو خليل، انا عارف اللي صدمة، بس انت بطل والله. بطل؟ طبعا، بس استأذنكم ثواني اروح اغير. انا مش مصدق اللي بيحصل يا جدعان ومش قادر اسلك طولي. المهم دلوقتي احنا جات لنا فرصة العمر.
فرصة ايه؟ ده انا قلبي هيقف. انت فاهم حاجة من اللي حصل ده؟ ازاي يعدي ما بيننا ولا كأننا موجودين؟ فرصة إننا نشوف عفاريت المشروحة، وكمان من غير ما نستخبى منهم، لأنهم زي ما أنت قلت مش شايفيننا أصلا. تعال ورايا. السلام عليكم دكتور كريم. يا عم مصطفى بيقول لك مش شايفنا. فعلا دول مش حاسين بوجودنا وشغالين عادي. بس كده، خايط انت وخلص والحقنا على الكافيتيريا بتاعت المستشفى. تمام يا دكتور، كلها كم غرزة وأحصلك. غرزة شغال مع ترزي. على حزبي وداد قلبي. ايه ده موضوع عفاريت المشرحة ده طلع مسلي جدا. بصراحة الواحد حاسس انه عنده قوة خارقة وبقى سوبر هيرو. بس هنعمل ايه دلوقتي في الحوار العجيب ده؟ هو فعلا حوار عجيب وغريب، وأول مرة أسمع عنه. يمكن ده اللي بيقولوا عليه العالم الموازي يا عم أحمد. هو فعلا الموضوع زي ما يكون في فجوة زمنية ما بين الفترة اللي حصلت فيها القصة دي والزمان الحالي اللي احنا عايشين فيه. والعامل المشترك ما بين الزمنين إن القصة حصلت في نفس المكان ده. برضه مش فاهم. يعني احنا لو رحنا الكافيتيريا بتاعت المستشفى دلوقتي هنلاقي الدكتور كريم هناك؟ سؤال في الصميم، وإجابته الوحيدة هناك في الكافيتيريا بتاعت المستشفى. يلا بينا. طب يا أخ عامر هنسبقك احنا على الكافيتيريا، يبقى حصلنا لما تخلص. ماشي؟ ماشي ولا بيدي. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر يا أستاذ. لو سمحت، الدكتور كريم ما جاش هنا دلوقتي؟ دكتور كريم مين؟ دكتور كريم محمود، دكتور التشريح. كريم محمود؟ دكتور التشريح اسمه هاني. الدكتور هاني عبد الحميد الأفندي، وما بيكونش موجود الساعة دي. تحبوا تشربوا حاجة؟ أنا دماغي هتنفجر. ممكن شوية قهوة سادة؟ وأنا كمان قهوة سادة. ولو برشامة صداع يبقى كتر خيرك. 5 دقايق والقهوة تكون عندكم، اتفضلوا. وبرشام الصداع. ولا كأني قلت حاجة. اقعد يا أبو خليل، أكيد هيجيب لك. طب وبعدين يا عم أحمد، إيه الكلام ده؟ الدكتور كريم ملوش أثر ولا حد يعرفه هنا. معنى كده ان زي ما احمد قال الفجوة الزمنية مرتبطة بالمكان اللي حصلت فيه الاحداث. قصدك مش هنشوفه الا في المشرحة؟ لا، وهنا كمان الدكتور كريم جاي من هناك اهو، شكله كان في الحمام. اتفضلوا القهوة يا باشوات. لو سمحت يا اخ، هو مين الدكتور اللي جاي هناك ده؟ دكتور مين يا أستاذ؟ اللي جاي من هناك علينا ده. هو في ايه يا أستاذ؟ انتوا جايين تتسلوا علينا بعد نص الليل؟ لا ابدا والله. ثانية معلش، هو انت جبت 2 قهوة ليه؟ مش انتوا اللي طلبتوها من 5 دقايق بالظبط؟ بس احنا طلبنا 3 قهوة مش 2. والتالتة لمين؟ لدكتور كريم؟ بقول لكم ايه يا فندية، انا مش فاضي اللعب العيال ده. ما تمسك لسانك يا عم، عيال ايه بس؟ ما ترد عليا يا فندية. يا نهار ازرق. معلش يا عم، احنا اسفين، بس معلش انت متعصب ليه كده قوي؟ اهدى شوية. مش انتوا اللي بتسألونا على دكتور مالوش وجود؟ وكمان عاجبكم اني جايب لكم 2 قهوة بس؟ ايوه عشان احنا 3. يا مثبت العقل يا أستاذ، مفيش في الكافتيريا غيري أنا وانتوا الاتنين. ها؟
اهدى بس يا عم ابراهيم، اكيد الموضوع ليه تفسير. تفسير بس اكيد التفسير ده ايا كان مش هيغير الحقيقة والواقع. اللي هو ايه الواقع ده يا ابو خليل؟ اني مت وبقيت شبح يا عم احمد. يا عم انت بتهزر. مت امتى واحنا معاك من ساعة ما جينا؟ انا معاك طبعا يا ابو حميد، بس تفسر بايه ان عامل البوفيه ما شافش ابراهيم وهو قاعد وسطنا؟ بصراحة انا مش لاقي لها غير تفسير واحد. ابوس ايدك الحقني بيه، دماغي هتضرب. احنا لما الدكتور كريم عدى من قدامنا وما شفناش، قلنا اكيد الموضوع ده له علاقة بالفجوة الزمنية. بقول لكم يا رجاله معلش، اشرحوا لي حوار الفجوه الزمنيه ده لاني بصراحه مش مستوعبه قوي. يا عم مصطفى، المفروض الفجوة دي حاجة زي باب بيفصل زمن قديم عن زمن حديث، والمشترك بينهم المكان. القصة اللي انت حكيتها لنا عن الدكتور كريم اللي المفروض حصلت في زمن سابق، شفناها من دقايق وهي بتحصل. بالنسبة للدكتور كريم، النهاردة تاريخ سابق مختلف عن تاريخ النهاردة بالنسبة لنا. فهمت؟ بصراحه مش قوي. انا اللي في حاجة مش قادر افهمها. طب الدكتور كريم ما شفناش احنا التلاتة قلنا فجوة زمنية، طب بتاع البوفيه ما شافنيش انا بالذات ليه؟ بصراحة خايف اقولك تتخض. لا يا عم قول، انا خلاص نحست. انا متهيألي بس مش اكيد انك بطريقة ما عديت من بوابة الفجوة الزمنية دي، ودلوقتي انت في زمن الدكتور كريم. يعني انا اتحشرت هنا في زمن الدكتور كريم اللي هو الله اعلم سنة كام. خلاص كده. معلش بقى يا عم احمد، انا موضوع الفجوه الزمنيه ده مش عارف ابلعه، وعامل لي فجوه في دماغي. وبعدين لو كان ابراهيم فعلا في زمن الدكتور كريم زي ما انت بتقول، طب ازاي ابراهيم شايفنا عادي والدكتور كريم عدى ما بيننا من غير ما يشوفنا؟ ايه ده؟ صح. طب يعني انا كده في سنة كام؟ يا عم ما تضحكناش، خد بالك انت برضو وضعك لسه مش معروف، ما تضحكناش عشان نعرف نفكر في حل اللغز ده. تصدق عندك حق يا درش. لا كده انا ما عنديش تفسير لأي حاجة. اللهم صل على النبي. يعني ايه يعني؟ ابراهيم بص وراك. ها؟ في ناس بتبص عليك وكأنهم بيتفرجوا على شو، وشكلهم مش شايفين انا ومصطفى. ها؟ بص وراك يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا مين؟ احنا مين ايه يا استاذ؟ انت بقالك ربع ساعة واقف بتتكلم وترد على نفسك. انت اللي مين وبتعمل ايه هنا الساعة دي؟ انا بعد اذنكم شويه. وسع يا عم انت وهي، انا مش فاهم اللمه دي على ايه. امال مين اللي شغال في المستشفى؟ لا مؤاخذة يا دكتور، احنا لقينا الراجل ده واقف يكلم نفسه وكأنه بيكلم حد ربع ساعة كاملة. شكله ملبوس، اللهم احفظنا. ملبوس؟ يعني يا عم عيد عشان بيكلم نفسه يبقى ملبوس؟ ما خطرش على بالك ان ممكن يكون لسه تحت تأثير البنج مثلا، وانت شغال في مستشفى مش عندي دجال، والمفروض تبقى فاهم، وبدل ما تقفوا تتفرجوا عليه كنتوا تشوفوا ماله وتقعدوه وتجيبوا له ميه. اتفضل يا استاذ، اتفضل اقعد. شكرا يا دكتور. اتفضلوا، كل واحد يرجع يشوف شغله، والمره الجايه انا هدي جزاءك. اللهم احفظنا اشتتا اشتوت. مفيش فايده. اتفضل اشرب يا استاذ. هو اسم الكريم ايه؟ ابراهيم. ايه ده؟ انت وشك شاحب وشفافك بيضة، مفيش فيها نقطة دم. انت شفت عفريت ولا ايه؟ ايه؟ لا ابراهيم. يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، انت سامعني؟ ها؟ انا فين؟
اهدى يا استاذ ابراهيم، انت في المستشفى وبخير. صداع، صداع رهيب. هو ايه اللي حصل؟ انت وقعت من طولك على ظهرك ودماغك اتخبطت في الارض، بس الحمد لله جرح بسيط، جت سليمه الحمد لله. الله. امال احمد ومصطفى فين؟ احمد ومصطفى مين؟ اللي كانوا معايا هنا. ده شكله اغمى عليه تاني يا دكتور. سيبوه يرتاح. ولو المحلول خلص قبل ما يفوق تيجي تبلغني فورا. احمد، هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، انا بصراحة مش مطمن. طب بقول لك ايه، ما تيجي نفوق ابراهيم ونرجع بيه المشرحه، يمكن نلاقي بوابه الزمن اللي بتقولوا عليها دي. مفيش غير كده. ابراهيم. ها؟ مين؟ احمد؟ مصطفى؟ انا عايز اروح. ما تخافش يا ابو خليل، كله هيبقى تمام. سنده معايا يا مصطفى. يلا بينا هيما، اسند عليا يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك، افتح الباب يا درش. بسم الله الرحمن الرحيم. عفريت 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 عفريت. في ايه؟ ماله ده؟ تلاقيه افتكر ابراهيم عفريت لما شافه طاير من على الارض. اكيد ما هو مش شايفنا واحنا ساندينه. انا عايز اطلع من هنا، روحوني. ماشي يا ابو خليل، اهدى انت بس. يلا بسرعة يا درش. ماشي يلا. اهو يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايديه الاتنين مرفوعين زي ما يكون مستند على حد، ورجليه يا دوبك لامسين الارض. قلت لك يا دكتور المستشفى فيها عفاريت، اللهم احفظنا. ايه ده رايح ناحية المشرحة. بسرعة انده لي عامر، لازم نحطه في السرير. ده شكله اللهم احفظنا ملبوس يا دكتور. خير يا دكتور؟ عامر بسرعة هاتوا نديله حقنة مهدئة لحد ما نشوف هنعمل ايه، ولا نكلم شيخ في الوردية اللي مش عايزة تعدي دي. نجيب مين؟ في ايه يا عم عيد؟ الراجل اللي هناك ده شكله ملبوس. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايز غلبة، هاتوه بسرعة. ماشي يا دكتور. يلا يا عم عيد، ما تجيب لناش الكلام. يستر يا رب. بسرعة يا أحمد، بسرعة، دول جايين علينا. يلا انا مش عارف ابراهيم تقل كده ليه، ولا احنا اللي ضعفنا. أحمد. خير يا مصطفى، وقفت ليه؟ وشك ماله؟ ايه ده؟ انت كمان؟ انا عيني زغللت. انتوا الاتنين وشكم بقى شفاف زي ما يكون بيختفي. ده اللي انا كنت خايف منه. ايه هو؟ مش هينفع نفضل في نفس الزمن. زي ما الدكتور كريم ما كانش شايفنا، ابراهيم دلوقتي مش هيشوفنا. يعني ايه؟ يعني انا هفضل هنا لوحدي؟ مستحيل، انا لازم ارجع. بسرعة هاتوه قبل ما يقع على الارض ودماغه تفتح تاني. ابراهيم ما تسيبونيش، لازم ارجع. ابراهيم لازم ارجع. ترجع منين يا عم ابراهيم؟ انا اول مرة في حياتي
اشوف واحد يشوف كابوس وهو مفتح عينيه وصاحي. كابوس؟ كابوس ايه؟ انا فين؟ انت في اوضه صاحبك حرب يا عم، خضتنا عليك. هاتله شويه ميه درش. ماشي يا ابو حميد. الحمد لله على سلامتك يا هيما. انت كنت فين يا عم؟ خد اشرب. الحمد لله، الحمد لله. شكل عفاريت المشرحه اخدوك في جوله. احكي لنا يا ابو خليل، شفت ايه؟ شكلهم بيحبوا حرب صاحبك، لان اللي حصل لك ده من ساعة ما قلت الله يحرقه. الله استغفر الله العظيم، الله يسامحه بقى، دماغي هتنفجر. انا لمحت برشام ريفو هناك، استنى اجيبهولك. ها احكي لنا يا ابو خليل، شفت ايه بالظبط؟ استنى بس يا عم احمد، دماغي بتزن. خد يا هيما، اشرب البرشامة دي. هات يا درش، تسلم ايدك. بالشفا ان شاء الله. ايه ده؟ في ايه يا درش؟ مالك مركز في راس ابراهيم كده ليه؟ مش عارف. ايه ده؟ تعال شوف كده. في ايه يا جدع؟ ده زي ما يكون دم ناشف. انت في حد خبطك على راسك ولا وقعت عليها؟ ها؟ اعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك، واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك. If you enjoyed the video, like, share, and subscribe.